اكتر فيديو بتطلب مني هو ان انا اعمل لك ريفيو على مكنه الاوكا. تعالى كده. مكنه الاوكا بتجيلك زي ما انت شايفها كده بالظبط. بص بتجيلك محلوله زي ما انت شايف كده ماشي. بتبدا انت تركبها. ده خزان الميه. ركبت خزان الميه ده بتشطف فيه المكنه لو المكنه عايزه تغسل الكلام ده، لو القهوه وقعت. وده الحله ذات بتاعتها، يعني هي زي الحله كده فاهم. تعالى كده يا محمد. بص انت لما تملى ميه انت عندك هنا 3 لمبات. اول لمبه دي بتاع الميه، ثاني لمبه دي بتاعت ايه؟ ده لو ما تركبش كويس بيفصل. ثالث لمبه دي لما الخزان ده يتملي، ثالث لمبه دي بتنور. احنا دلوقتي لما حطينا الميه اللمبه الاولى اشتغلت. تعالى لي كده يا محمد. بص اول واحده دي، تعالى هنا كده. اول واحده دي ده لما تعوز تعمل القهوه على وقت كتير يعني 4 دقايق، دي اسمها سبرتايه. دي بتاعت السنجل، دي بتاعت الدبل. دي ما تعوز تشطف المكنه. المكنه سهله جدا، يعني لو حطينا معلقه ميه، معلقه بن قصدي، ونزلنا بدأنا التكه. هنا انا عايز اعملها سمول، هنا هعملها دبل. تمام. انا اتكيت هنا بدأت ان انا احط الكوبايه. المكنه بتساوي بنسبه 70%، ممتازه جدا جدا جدا. طبعا سعرها بقى غالي بسبب الضغط اللي عليها. اما تيجي تقلب بحاجه خشب علشان ده زي نظام. تعالى ننزل عليها كده يا محمد من جوه. ده زي نظام مغناطيسي. المغناطيس ده في حاله ان انت بتقلب بحاجه حديد ممكن يبوظ منك. تعالى كده. هنا سنسور الحساس بتاع المكنه بيبدا يدي لها تنبيه ان القهوه استوت، فبيبدا ايه؟ ترفع القهوه وهتبدا تنزل لك دلوقتي زي ما انت شايف كده. طبعا لو انت هتعملها دبل بتحط كوبايتين جنب بعض. وتعالى نعمل لك واحده دبل واوريك. هنا القهوه، تعالى بص كده على الوش بتاعها حلو جدا. القهوه بتطلع كريمي الى حد ما التسويه حوالي 70% مثلا. تعالى دلوقتي لو هنعمل واحده دبل هنحط الاثنين اهو. بيجي لك معاه المعلقه دي برده كمقدار، وهنبدا نحط المعلقتين بتوعنا. تعالى كده. لو هنعملها 4 دقايق هنتك على الزرار ده، وبعدين هنتك على الدبل. دي بتقعد وقت كتير. لو انت عايز تعملها مستعجل هتتك على الزرارين دول. دلوقتي انت هينزل لك فنجانين قهوه، عشان طبعا لو انت معاك ضيف ولا حاجه وبيشرب نفس السكر بتاعك. ابدا قلب القهوه. تعالى كده هينزل ميه تاني. يعني دلوقتي هينزل ميه تاني عشان ايه؟ احنا عاملينها دبل. ممكن طبعا تعملها دبل بدل الاثنين، يعني ممكن تحط كوبايه واحده بس كوبايه كبيره. ده دي طبعا للناس اللي بتحب تشرب قهوه ده. بس تعمل فنجان كبير، انا طبعا بفضل سايبها على الفنجان الكامل. ده ممكن لو الكوبايه بتاعتك صغيره تقلل المقدار شويه، ده ممكن لو عايز تقلل المقدار شويه. ده طبعا الباور بتاعها تفصلها منه وتشغلها منه. تعالى يا محمد. هنا بقى السنسور بدا يحس سوات ان القهوه خلاص تبدا تغلي، فهنا تبدا القهوه الاثنين ينزلوا. كل الحوار ده احنا عملنا 3 قهوه في اقل مثلا من دقيقتين، انت فاهم؟ فده تنفع طبعا للمكاتب، تنفع للشركات، تنفع للمحلات التجاريه. مش هفضلها قوي للبيت لانها غاليه سيكه، فبلاش يعني الواحد يدفع 10 12000 جنيه. بس لو انت نزيه ومعاك فلوس هاتها. تعالى لي كده، انزل لي. وبكده احنا عملنا 3 قهوه في اقل مثلا من دقيقتين 2 بالظبط. وتعالى يا محمد. لو انت بقى بتحب القهوه ومش متابعني فانت فايتك كتير في عالم القهوه. انا علاء فوده وبقدم لك محتوى عن القهوه وكل المكن وكل المعدات اللي تخصها.